سيادة النائب، المفسوخة عقودهم يباعون عليكم وينتظرون من عندكم بالدفاع والداخلية، يباعون وينتظرون ولغاية الآن ماكو شيء. ليش؟ لا مو ماكو شيء. شوف شنو صار؟ طبعا انا اكثر المناشدات جايه تجيني الي بخصوص مفسوخه عقودهم سواء الداخليه والدفاع والحشد الشعبي وحشد الدفاع المضمومين. هم حشد الدفاع هذول كل شيء ماكو، لا راتب ولا لا ان شاء الله راح نضيفهم ان شاء الله. حصلت الموافقه من وزير الدفاع ووصلت للماليه بالنسبه لحشد الدفاع، وعدنا رئيس الوزراء ايضا يضافون، راح ينضافون. احنا لحد الان لحد اخر شيء كان المجموع 107,000 تقريبا 29,500 لوزاره الداخليه، 35,000 وزاره الدفاع، 37,000 وزاره الحشد الشعبي، تقريبا 1000 امن وطني، 1000 مخابرات، 1000 منافذ حدوديه الى اخره، تقريبا 8 أو 9 من دوائرنا الامنيه. زين. ذولا ايضا بعض الاخوه يسالون يقول احنا خصصنا لنا بالقانون الامن الغذائي وما صرفتوا لنا. المشكله المبلغ اللي خصصوه بالقانون الامن الغذائي ما كان يكفي لهذه الشرائح الثلاثه، لا 6 أو 8. زين. وحشد الدفاع يصيرون 9. زين. المفيد عندنا حشد الدفاع، عندنا. لا وقبل لا نغادر هاي استاذ مصطفى حتى نوضح للمشاهد واضح انه دائما يركزون انه احنا اموالنا سرقت مال قانون الامن الغذائي. هي مو سرقت. اليوم احنا من تكلمنا مع الطيف وزاره الماليه قالت ما عندنا مشكله، انا راح اصرف لهم القانون الامن الغذائي اللي هي 300 مليار، راح تمشيهم شهر الى شهرين. بعد الشهر شهرين انا مين اعطيهم اموال؟ سؤال، وحقهم يعني. قلنا لها راح تنقر الموازنه واحنا راح نضمنهم بالموازنه. قال زين اذا تاخرت الموازنه 3 اشهر 4 اشهر وصارت هسه بينا انه الموازنه تاخرت، مين اغطي؟ مين راح اغطي؟ فلهذا السبب صار التلكؤ حتى نضمن حقوقهم 100%. اهم شيء. طبعا انا طلعت صرحت، ولهذا السبب كل الانتقادات ظلت تجي لي. انا طلعت صرحت مبتشر وفرحان، انا مو اريد يعني انه يعني من صرحت انا ضايج، انا فرحان بهاي الخطوه. لكن تاخير الموازنه، وطبعا راح تنقر الموازنه وتعرف تغيير سعر صرف الدولار، رجعت مره ثانيه حتى يخلونها على السعر 1300 وهذا التاخير اللي صار. فبعون الله واهل البيت جميع اخوتنا المفسوخه عقودهم من مفصل لي اياهم. وزاره الداخليه تقريبا 30,000، وزاره الدفاع 37,000، وزاره حشد الشعبي 35,000، حشد الدفاع تقريبا 16,000، اكو بيهم 3000 يختلفون عن البقيه. ذول راح يجون من الحكومه لو انتم تضيفوهم؟ لا سووا لهم مقابلات، دوا عليهم، قابلوهم، سووا لهم فحص، يعني منتهي موضوعهم، كملوا موضوعهم، ما عندهم اي مشكله، ورفعت اسمائهم الى وزاره الماليه، وزاره الماليه ضمنتهم بالموازنه، باقي بس على قرار الموازنه، ما عندهم اي شيء. يعني موضوعهم محسوم ان شاء الله، محسوم 100%. هذا الكلام انا تكلمت مع دوله رئيس الوزراء، وهذا اللي من دوله رئيس الوزراء، محسوم ان شاء الله.